بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده في فقرات الكره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا قبل ما نبدا فقرتنا ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، شهداء لبنان، وربنا يا رب يحفظ لنا اليمن السعيد، وربنا يا رب يتقبل شهدائهم وينصرهم على بني اعدائهم ومن خذلهم. طبعا يا اخوانا هنبتدي لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو. الكلاسيكو الرابع على التوالي يختم برشلونه، يختمه البرشلونه. برشلونه بيفوز وبيخطو خطوه كبيره قوي نحو اللقب. برشلونه بيفوز على ريال مدريد باربع اهداف مقابل ثلاثه. طبعا بدأ ريال مدريد بهدفين في اول ربع ساعه عن طريق الفرنسي كيليان امبابي، لكن طبعا الريمونتادا وما ادراك ما الريمونتادا. إيريك جارسيا وضع هدف تقليص الفارق قبل طبعا ان يضع ميسي الجديد او الخليفه الميسي. مهما طبلنا له ومهما عملنا له، قولوا بنطبل قولوا بنعلي، هو يا جماعه لعيب، اتولد لعيب. لامين يامال بيضع هدف ولا في الخيال، لياتي رافينيا بعديها بينهي بالثالث والرابع. طبعا الشوط الثاني كان فيه طبعا لغطات تحكيميه كتير، لكن نجح برضو ريال مدريد انه يقلص الفارق لهدف عن طريق امبابي، ولكن هاتريك امبابي لم يكن شافع للتعادل حتى امام برشلونه. المباراه كان فيها فرص ضايعه بالاثنين، لكن برشلونه خلاص بنسبه كبيره يحتاج بس الى 3 نقاط يفوز الماتش الجاي امام اسبانيول يحرز هذا اللقب. وطبعا مبروك كتيبه هانز فليك، طبعا يعني عملت كل حاجه الصراحه في المباراه دي. برضو ريال مدريد عمل كل حاجه. شكرا الميرينجي، شكرا البلو جرانا، عملتوا اللي عليكم والله. كمان طبعا فريق طبعا كمان سورلوس بيقود الروخي بلانكوس اتلتيكو مدريد بالفوز على ريال سوسيداد برباعيه نظيفه امس. طبعا نجح سورلوس انه يضع سوبر هاتريك للمباراه. طبعا يا اخوانا كمان هنتكلم بقى على الدوري الانجليزي. والدوري الانجليزي نجح ارسنال انه يفرض التعادل بعد ان كان خسران طبعا امام ليفربول كده بكده بنسبه كبيره. طبعا البطوله حتى الان في الانفيلد، والانفيلد خلاص قفل على البطوله رقم 20. ومبروك طبعا لفريق ليفربول، وهارد لك لارسنال. كمان يا اخوانا التعادل السلبي امس امام ساوثهامبتون بيفرض التعادل السلبي امام مانشستر سيتي، وخلاص طبعا بنسبه كبيره. هنخش بقى يا اخوانا ونهائي الدوري الاوروبي. ونهائي الدوري الاوروبي انجليزي بنسبه 100%. توتنهام هوتسبير امام مانشستر يونايتد. وطبعا نهائي السان ماميس في اسبانيا باذن الله. كمان نهائي وارسو هيكون طبعا تشيلسي وتشيلسي على موعد مع التاريخ امام ريال بيتيس. تشيلسي لو حقق بطولة المؤتمر هيكون الجراند سلام، اللي هو حقق ال3 بطولات الكبيرة، حقق دوري أبطال أوروبا، حقق الدوري الأوروبي، ودلوقتي طبعا مع موعد في تحقيق الدوري المؤتمر. طبعا يا اخوانا نخش بقى على نادي هنخش طبعا على الدوري المصري. والاهلي يشعل والاهلي يشعل الدوري. الاهلي يفوز على النادي المصري باربع اهداف مقابل هدفين. مباراه كانت جميله جدا، وطبعا خطوه حلوه لمدرب عماد النحاس. طبعا مش هنتكلم على تفويت والكلام ده مش دلوقتي. طبعا كمان الزمالك يعني مسلسل نزيف النقاط، والزمالك ينزف مجددا امام سيراميكا كليوباترا. وطبعا فشل الاختبار الاول لايمن الرمادي. طبعا تقدم المجتهد المهاجم السالك ناصر منسي قبل طبعا ان يتعادل اسلام عيسى، لياتي طبعا هدف التعزيز لسيف الجزيري. طبعا ضياع الوقت والفرص، وطبعا ضياع الوقت المبالغ فيه خلى طبعا احمد بالحاج، وفي نفس الوقت عمل الصراحه مباراه كويسه فريق سيراميكا كليوباترا. طبعا يا اخوانا كمان البنك الاهلي ومفاجاه كبيره جدا والسقوط الكبير لفريق بيراميدز. البنك الاهلي يفوز على بيراميدز باربع اهداف مقابل هدفين، ويجعل الصداره من نصيب النادي الاهلي. طبعا يا اخوانا المباراه الجايه ان شاء الله النادي الاهلي امام البنك هتبقى الساعه 5 في يوم الثلاث. كمان في نفس اليوم سهره الثلاث الزمالك امام بيراميدز. طبعا يا اخوانا يعني تصريح مضحك قوي قاله طبعا الاخ سيف زاهر ان نادي الزمالك، ان جماهير الزمالك هتشجع الزمالك يوم الثلاث. بسم الله ما شاء الله، جبت التايهه يا سيف يا زاهر. يعني نفسي اعرف الحته دي بكام اللي انت خدتها دي. فطبعا والله يا اخوانا يعني بجد الاعلاميين بتوعنا المصممين يضحكونا. طبعا النادي الاهلي يا اخوانا امس خلص صفقتين: محمد سيحه حارس حرس الحدود، ومحمد شكري باك شمال لفريق سيراميكا كليوباترا. طبعا بالتوفيق للاثنين في النادي الاهلي. كده النادي الاهلي خلص 4 صفقات. زيزو خلص كمان محمد سيحه خلص كمان محمد شكري، وكمان طبعا عوده اليو ديانج لسه. طبعا في كمان بالرمضان الصفقه الخامسه زيزو والتحقيق. طبعا زيزو يا اخوانا احنا قلنا المره اللي فاتت ان فيلم زيزو بقى بايخ وخلاص. يعني نفسي اعرف يا زيزو انت ليه مش صريح؟ يعني جماهير الزمالك كلها عرفت اللي انت وقعت النادي الاهلي، ليه مش صريح؟ فدي برضو حاجه مش عارف الصراحه
نقول ايه ولا نعيد ايه؟ طبعا يا اخوانا كمان نخش بقى الدوري الايطالي ونختم بيه. ميلان بيفوز على بولونيا طبعا قبل بروفة الكاس يوم الاربعاء ان شاء الله. ميلان امام بولونيا في نهائي كاس الايطالي. بالتوفيق للفرقتين. طبعا يا اخوانا اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. وطبعا نختم بخير ختام والصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. شكرا. السلام عليكم. Go, 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 we can score right now. Go, go.